وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. هذا الحديث الصحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا. وهذه البشارة للأمة وليست لخصوص الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وفي هذا دلالة على أن هذه البشارة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عين البشارة، وإنما بشرهم. فهذه الأمة مبشرة بالخير في الدنيا والآخرة. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال العلماء: الحكمة من هذا السؤال في أمرين. أما الأمر الأول فهو بيان أن البشارة تكون لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى يوم القيامة. وأما الأمر الثاني والحكمة الثانية فهي التحضيض والحث على العمل بما بعدها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم هذا السؤال فقالوا: بلى، يعني نحن كذلك، قال: إذن فالزموا كذا. فهو تحضيض وحث على التمسك بما بعدها، أي أن مقتضى شهادتكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تتمسكوا بالقرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، والسبب هو الحبل، السبب هو الحبل، فهو حبل ممدود بين العبد وربه وبين الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. والمؤمن إذا علم هذا الحال كيف يترك التمسك بالقرآن؟ كيف لا يهتم بالقرآن تلاوة؟ والقرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيدي المؤمنين. كيف يترك هذا الحبل؟ كيف لا يهتم بأن يقرأ القرآن وأن يتلوه وأن يتدبر معانيه؟ كيف يجعل قراءة القرآن في المآتم وفي حفلات التعزية التي أصبحت حفلات وليست عزاء في الحقيقة، وهذا بدعة، ويترك قراءة القرآن؟ للأسف أن بعض المؤمنين، بعض المسلمين اليوم، معرفته بالقرآن أنه مصحف صغير موضوع في السيارة للحفظ من العين والحسد، وهذه تميمة لا تجوز. ولا يجوز للمسلم أن يضع القرآن في السيارة أو على باب بيته أو في داخل الصالة، يضع قرآنا من أجل الحفظ.
فإن الذي يحفظ به البيت قراءة القرآن وليس أن يوضع القرآن، فهذه من التمائم. والراجح من أقوال أهل العلم أن التميمة ولو كانت من القرآن حرام، لعموم النصوص الدالة على هذا. للأسف بعض المسلمين لا يسمعون القرآن إلا إذا كان هناك عزاء، فإذا كان هناك عزاء يسمعون القرآن. المؤمن إذا علم أن القرآن سبب، وأن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد المؤمن، يحرص على أن يصل هذا السبب وعلى أن لا ينقطع. ومن هذا الوصل أن يعمل بالقرآن، وأن يكون عاملا بالقرآن، ويحذر حذرا شديدا من أن يخالف ما في القرآن. ولذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وهذا الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، فينطبق عليه وعيد القرآن. بعض الناس يقرأ الآيات في تحريم الغيبة، يقرأ الآيات في تحريم الغيبة، وربما مر أخوه بجواره فنظر إلى زميله قال: انظر انظر اضحك. المؤمن يعمل بالقرآن. قال: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. لن تضلوا ما تمسكتم بالقرآن. قال العلماء بالإجماع. ومن التمسك بالقرآن التمسك بالسنة، لأن القرآن يأمرنا بأن نتمسك بالسنة. ويذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى امرأة متعطرة تمر بالرجال فقال: ارجعي فاغتسلي، ارجعي فاغتسلي. لأنه ورد في الحديث: أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. وليس المقصود الزنا الحقيقي، ولكنه فعل من أفعال الزنا والعياذ بالله. لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال لها: ارجعي فاغتسلي. قال بعض أهل العلم: بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حتى أمرها بالاغتسال من الجنابة زجرا لها. وقال بعض أهل العلم: المقصود أن ترجع فتغتسل من هذا الطيب حتى تخرج عن الوعيد. الشاهد أن المرأة قالت له: كيف تأمرني بما ليس في كتاب الله، وقد قرأت كتاب الله فلم أجده فيه. قال: بلى، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ولم أجد هذا فيه. قال: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها، أيما امرأة استعطرت فخرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فهي زانية. إذن الله عز وجل في آيات كثيرة عديدة أمرنا بالتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل ولن نهلك أبدا، بل نكون في أمن من الهلاك الحسي والمعنوي. الحسي فإنه سيكون هناك خسف في آخر الزمان لبعض الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمتمسكون بالكتاب والسنة آمنون من الهلاك الحسي والمعنوي.
وهو التردي في الضلال والوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: وروي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير. وعنه أيضا، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. الحديث. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وله أصل في الصحيح. نعم، هذا حديث حسن. قال: وعنه أيضا، أي عن ابن عباس، ومع أن ابن عباس لم يتقدم معنا هنا لأنه كان هنالك حديث ضعيف قبل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال المنذري بعد أن ذكر الحديث الضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعنه. فالشيخ ناصر حذف هذا الحديث الضعيف فبقيت وعنه، فبينها بين قوسين، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وودع الناس فيها، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. إن الشيطان قد أيس أو يئس أن يعبد بأرضكم، أي بجزيرة العرب، بأرض الصحابة الذين كان يخاطبهم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صالح. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، وهذا دليل على أن المسلم لا بد أن يصلي، وأن الذي لا يصلي ليس مسلما. أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا وجه الشاهد أوردنا الحديث من أجله، بأرضكم يعني في جزيرة العرب. هل يعني هذا أن الشرك والكفر لا يقع من أحد في جزيرة العرب بعد أن استتب الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب؟ الجواب لا، بل قد يقع الكفر وقد يقع الشرك من بعض الناس، لكن المعنى أن جزيرة العرب لن تعود إلى أن تكون أرضا لعبادة الأصنام كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يئس من هذا، أن تعود جزيرة العرب مرة أخرى إلى عبادة الأصنام، فيكون ذلك حالها أو الغالب على أهلها. أما أن يقع هذا من بعض العرب في جزيرة العرب، أعني الكفر والشرك، فهذا واقع موجود معروف، وتدل عليه
بعض الأحاديث الواردة، وعليه فمعنى إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، يئس أن يعبد عبادة عامة، بأن تعود عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. لكن قد يوجد مثلا من يعيش في جزيرة العرب ويسب الله والعياذ بالله، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشرك بالله فيجعل لله شريكا فيذبح وينذر ونحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم. رضي بمحقرات الذنوب، الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويراها صغيرة فلا يحذر، والذنب شؤمه عظيم، فرضي منكم بأن تطيعوه في محقرات الذنوب، لأن الإنسان إذا وقع في هذه الذنوب قد يظلم قلبه فيقع فيما هو أعلى منها من الذنوب. ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، يعني مما ترونه من الذنوب الحقيرة. فاحذروا الشيطان، فإنه يستدرج الإنسان، وقد يبدأ بكم في محقرات الذنوب حتى يوقعكم فيما هو أعلى منها. كيف النجاة وكيف الحذر؟ قال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فتمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم يسلمون من كيد الشيطان، لأن التمسك بالكتاب والسنة يقي الله به العبد من الوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها، وإذا وقع فإنه يرى الصغير كالجبل فيبادر إلى الاستغفار والتوبة، ولو لم يتنبه فإنه يغفر له ذنبه بتمسكه الصحيح بالكتاب والسنة. فمن أسباب مغفرة الذنوب الصغار أن يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة، لأن الأعمال الصالحة سبب لتكفير الذنوب الصغيرة، ورأس وأصل الأعمال الصالحة التمسك بالكتاب والسنة. نعم.